قنبلة نووية ونهاية حلوة بصراحة للموسم الأول من مسلسل بلوريبس. فتعالى نشرح سوا الموسم الأول ونشوف الموسم التاني هيروح بينا على فين بعد ما كارول عرفت إن الكائنات دي هيقدروا يحولوها زيهم بعد ما وصلوا لبويضاتها اللي كانت مجمدة في مكان ما. فيا ترى هي بتخطط لإيه؟ فيلا نبدأ. يا شباب قبل ما نبدأ فدي شرح للنهاية مش مراجعة، فطبيعي إن هحرق عشان ما الاقيش حد عامل ريبورت على الفيديو ولا حاجة ويقول لي أنت حرقت عليا المسلسل. أنتوا أكيد فاهمين يعني. المهم يلا بينا. الحلقة الأخيرة بتبدأ زي كذا حلقة تانية في الموسم ده، بتبدأ باللون الأزرق. الأزرق في العادي بيرمز للحزن وبنشوفه خلال الموسم بالذات في لبس زوشيا. حياة زوشيا قبل الالتحام كانت حياة حزينة، احنا ما نعرفش تفاصيل دقيقة عن حياتها غير انها نشأت فقيرة في بولندا وبعدين راحت المغرب بقت شحاتة باين معرفش. فده بيورينا ان الدنيا معاها ما كانتش ألطف حاجة يعني. ده حتى في نظرية بتقول ان بعد ما كارول خدرتها في الحلقة الرابعة زوشيا انفصلت عن الالتحام، ولكن خلال ما كانت بتتعالج بعيد عن كارول فزوشيا قررت انها عايزة تلتحم تاني، لأن بالنسبة لها الالتحام كان أفضل بكتير من الجحيم اللي كانت عايشة فيه قبله. ولكن رغم ان زي ما قلنا الازرق بيعبر عن الحزن، ولكن كوسيمايا البنت اللي في اول حلقه قالت ان لون السماء الازرق بيعبر عن الامل. كوسيمايا اللي شفناها في الحلقه الثانيه قررت انها تنضم للالتحام بعد ما قالت لكارول فعلا في الحلقه الثانيه انها هتعمل ده. الطياره اللي في السماء بتفكرنا باول حلقه لما العالم وصل له المرض ده، كان في طيارات برضه عشان تنقل المرض، ولكن الطياره دي شايله الماده اللي معموله خصيصا لكوسيمايا، والماده معموله ان المرض هيصيب كوسيمايا بعد ما تتنفس البخار ده بكل بساطه. فده معناه ان قبلها بفتره كوسيمايا ادتهم خلاياها الجذعيه، وده بيورينا انه كان شيء سهل مقارنه بانهم يطلعوا خلايا كارول الجذعيه من بويضاتها المتجمده، لاننا شفنا في الحلقه في اليوم 74 بعد الالتحام بعد ما كوسيمايا التحمت ب3 ايام تقريبا لما زوشيا قالت لكارول يعني ان قدامها شهر او 2 او بالكتير 3. هنيجي للحته دي تاني قدام. المهم من لغه اهل كوسيمايا فدي اسمها كوتشوا، لغه موجوده في غرب امريكا الجنوبيه، وبنشوفهم بيغنوا لها وبيحتفلوا بيها لحد ما بتتحول لنسخه منهم وبعدين كلهم بيمشوا من القريه. بيوريك انهم كانوا موجودين بس عشان كوسيمايا، لكن بما انها بقت واحده منهم فهيروحوا المكان من اماكن تجمعاتهم دي زي ما شفنا في الحلقه الثامنه. كوسيمايا كمان بتحرر الحيوانات لان الالتحام مش بيؤمن بحبس الحيوانات، حاجه شفنا منها في الحلقه الثانيه تقريبا لما قالوا انهم حرروا حديقه حيوان بحالها. بعدين بنتنقل لمانيوسوس اللي في رحلته من باراجواي انه يقابل كارول. بنشوف انهم بيتتبعوه بدرون وهو سايق. زوشي عارفه ان مانيوسوس ضد الالتحام وضد اي خدمه من خدماته، لدرجه انها عطلت شويه لما كارول سالتها هل مانيوسوس خطير ولا لا. زي زوشيا فاحنا ما نعرفش كتير عن ماضي مانيوسوس غير انه ما بيحبش امه، واحنا فعلا ما شفناهوش عنيف بشكل قاطع يعني. وفعلا الالتحام يعني ما يعتقدش انه هيكون تهديد لكارول بشكل او اخر. عنوان الحلقه هو البنت ولا العالم، وده بيرمز يعني لسؤالنا لكارول، هل انت عايزه تعيشي مع زوشيا ولا عايزه تنقذي العالم؟ لاننا خلال الحلقتين اللي فاتوا شفنا تغيير حقيقي على كارول، شفنا كرهها للوحده وفي نفس الوقت بدات تحب زوشيا بشكل حقيقي بعد ما عرفت ان الالتحام مش هيقدر يضمها من غير موافقتها، او ده اللي كانت هي مفكراه وقتها. فعشان كده كانت متردده لما مانيوسوس وصل، لانها فكرت ليه ابوظ الوضع الحالي اللي تاقلمت عليه واخاطر باني اخسر زوشيا. وبنشوف مانيوسوس بيعرف نفسه بالجملتين اللي كان قاعد بيكررهم طول الرحله. My name is Manusos Oviedo. I wish to save the world. My name is Manusos Oviedo. I wish to save the world. بس الدنيا بتتنشن لما كارول ما بتوافقش تدخل تتكلم في عربيه الاسعاف وهو ما بيوافقش يتكلم في بيتها، والاتنين معاهم حق من وجهات نظرهم فعلا، لان مانيوسوس خايف يكونوا بيتجسسوا عليهم جوه بيت كارول، وكارول مش عارفه مين ده اصلا عشان تخش عربيته تتكلم معاه فيها. وده بيكون احسن جدال في اي عمل عموما لما بيكونوا الاتنين معاهم حق بس من وجهتين نظر مختلفتين. وبنشوف فعلا مانيوسوس مستغرب من تعنت كارول معاه، بس هو ما يعرفش ان في حاجات كتير اتغيرت من وقت ما الفيديو بتاعها وصل له. مانيوسوس مش بيعتبر الملتحمين دول بشر، شايفهم حراميه ارواحهم مسروقه، وكمان بيدعوا انهم بيملكوا كل حاجه في حين ان كل الحاجات دي مش بتاعتهم ولكن بتاعه البشر الحقيقيين اللي كانوا موجودين قبل الالتحام. اعتقد ان خلال المسلسل شفنا ان مانيوسوس شخص متدين نوعا ما، شفناه معلق صوره للسيده مريم وسيدنا عيسى او يسوع في حالته يعني في عربيته، وكان نايم في كنيسه والنوم في مكان بيدل على الاطمئنان. المهم مانيوسوس بيدخل بيتها وبيقعد يدور على اي حاجه ممكن يتم التجسس بيها عليهم لحد ما بيلاقي سنسور حركه في الدولاب الكحوليات بتاع كارول. ولما كارول بتسال زوشيا عنه بنعرف ان اللي حطته هي هيلين قبل الالتحام. لما كارول راحت تجمد بويضاتها فهيلين حطته عشان تراقب مستويات شرب كارول للكحوليات عشان لو قرروا انهم يبقى عندهم اطفال يعني بعدين يعني. بعدين كارول بتعرض على مانيوسوس انه يقعد في بيت جنبها. لاحظ بوستر الساحر هاورد ثيرستون اللي ورا ده كان ساحر معروف بجمله انا لن اخدعك ابدا، ويمكن ده بيرمز للملتحمين انهم ما بيقدروش يكذبوا نهائي. وكارول لما قالت كده لمانيوسوس اعتقد ان ده كان الدافع اللي خلاه يقعد يسال زوشيا بعدين. انا عارف ان ده كلام يبان حنيره سينمائيه بس استنى شوف الجايه دي. بنشوف لما مانيوسوس بيكون قاعد مع زوشيا بيكون وراهم بوستر تاني لساحر برضو اسمه الكسندر، وكان نوع من السحرة اللي هو بيبص في البلوره ويعرف كل حاجه. ده حاجه شبه الالتحام شويه انهم عارفين كل حاجه حرفيا. وبص اللقطه دي هنا هي حرفيا لقطه من منظور البوستر وكانه زي اشعاره ما هو بيشوف كل حاجه. فده بيورينا ان بوسترات السحرة دي مش صدفه. انا فكرت ان ممكن يكون صاحب البيت قبل الالتحام كان بيحب السحر وخلاص عشان كده معلق البوسترات دي، لكن اعتقد انها حاجه اعمق من كده شويه.
اعتقد ان رمزيه السحر كمان بتربط مع مجهود الالتحام في ارضاء اللي عندهم مناعه. بص هنا مثلا نور ناطحات السحاب في الخلفيه ده حرفيا منور عشان كارول بس، او البتاع اللي ما عندناش منها هنا دي معرفش اسمها ايه، حرفيا وقفت اول ما كارول وزوشيا نزلوا منها. واكيد اكبر حاجه المطعم اللي قعدوا بناؤه من الصفر عشان بس يفكروا كارول بذكرياتها، فكله كانه سحر. المهم بنشوف بعد ما مانوسوس بيعرف انهم ما بيقدروش يكذبوا بيطلب ان زوشيا تجيله. احنا ما شفناش هو سالها عن ايه بالظبط، بس هم قالوا كل حاجه، ومن ضمن كل حاجه دي هي علاقه كارول الرومانسيه بزوشيا، وده اللي ممكن يشرح لمانوسوس ترددها في تدمير الالتحام. لما كارول بتشوف عربيه زوشيا عند مانوسوس بتروح تاخدها، لكن مانوسوس بيطلب واحد تاني بما انهم كلهم بيشتركوا في نفس العقل. حتى تقدر تشوف نور العربيه التانيه لما وصلت في الشباك اللي ورا كارول وهي واقفه بتكلم زوشيا، تفصيله عالميه من فينس جيليجن. بعدين زوشيا بتقول لكارول انها ما تقدرش ما تصارحش مانوسوس، وقالت لها احنا بنحبه قد ما بنحبك، ودي حاجه كارول استغربتها، يعني ازاي بتحبوه قدي وده واحد انتوا لسه عارفينه النهارده. بعدين زوشيا بتقوم تنام على الارض لانها عرفت من خلال العقل الجماعي بتاعهم ان مانوسوس هيصرخ في وش الفرد اللي جاله، وده بيجيب لهم نوبه عصبيه. كارول عملت الحوار ده مرتين قبل كده، وده مش حاجه بسيطه يعني، لان اخر مره كارول عملت كده موتت اكتر من 11 مليون فرد. فكارول بتروح بتلاقي مانوسوس بيجرب حاجه على الفرد اللي جاله. احنا عارفين من الاول ان مانوسوس كان بيجرب ترددات الراديو، ولقى ان في تردد مختلف عن الباقي. اعتقد ان التردد ده اللي هو بيربط العقل الجماعي بتاع الملتحمين ببعض، حاجه زي قناتهم على الراديو كده، ولما اللي عندهم مناعه بيتعصبوا عليهم ده بيشتت الاشاره فبيسبب النوبه دي. فمانوسوس تبنى النظريه دي عن طريق الراديو بتاعه، ان لما بتجيلهم النوبه العصبيه دي وبينفصلوا عن التردد بتاعهم اللي بيربطهم ببعض، الشبكه اللي بتتكرر دي بتقف، ولكن لما بيستعيدوا وعيهم الشبكه بترجع تاني، او الاشاره يعني. الفكره ان مانوسوس مفكر انه يقدر يستغل الثواني اللي الشبكه بتفصل عندهم فيها دي انه يكلم الفرد الحقيقي اللي كان موجود قبل الالتحام. الفرد اللي عمل عليه التجربه دي واحد اسمه ريك، ولو الفكره دي نجحت فعلا فكده مانوسوس هيقدر يحرر الملتحمين من اللي هم فيه ده. ولكن في شويه مشاكل لو الخطه دي نجحت يعني، لان هل انت هتعمل ده في فرد فيهم عن طريق انك تخضهم بعدين توشوشهم في ودنهم؟ اصل حرفيا في مليارات من الناس ملتحمين حوالين العالم، والفكره انك لما بتخضهم كده في ملايين بيموتوا، فانت كده بتنقذ روح وبتموت 10 مليون، فاكيد ليها طريقه تانية. المهم ان الملتحمين بيتقمصوا ويمشوا زي ما حصل مع كارول في الحلقه الخامسه، وبعدين بنشوف كارول كانت حاطه مانوسوس في شنطه عربيتها، وبعدين بتسيب مانوسوس وبتروح اجازه اسبوعين مع زوشيا كانه شهر العسل بتاعهم يعني. وبعدين لما بيروحوا الشاليه اللي في وسط التلج ده، زوشيا بتتكلم عن حبيبها السابق اللي دلوقتي غالبا مات او ما بقاش موجود على حد تعبيرها يعني، وده برضو بيورينا ماضي زوشيا الحزين. كارول كمان قالت انها في اسعد لحظات حياتها، وهنا زوشيا قالت لها ان الموضوع كمان هيتحسن قدام. فهنا زوشيا بتستوعب ان كل ده كان عباره عن انهم بيلهوها لحد ما يلاقوا طريقه انهم يستخرجوا خلايا الجذعيه من بويضاتها ويحولوها لنسخه منها. لاحظ هنا كارول بتقرا كتاب ذا ليفت هاند اوف داركنس، الكتاب ده زي المسلسل بيحكي عن شخصيه معزوله بالاجبار في مجتمعها. ولما كارول سالت زوشيا هل هيقدروا يجيبوا خلايا الجذعيه من اي حته تانية بدون موافقتها وزوشيا ما ردتش، ده كان رد كافي لكارول. وبعدين كارول قرت انهم هيقدروا يستخرجوا خلايا الجذعيه من بويضاتها المتجمده زي ما قلنا، ودي بتكون عمليه اكثر تعقيدا من انها تديهم خلايا الجذعيه برضاها. وهنا كارول بتقول لزوشيا لو بتحبيني عمرك ما هتعملي كده، فزوشيا ردت عليها قالت لها احنا هنعمل كده عشان انا بحبك، وقالت انا مش احنا، معلش انا عطلت عشان انا كاتبها في السكريبت احنا بس من غير النون المهم الكلام ده بيجرح كارول جامد وبيخليها ترجع لمانوسوس اللي بقاله اسبوعين قاعد لوحده. بنشوفه قاعد بيقرا كتب عن المجال الكهرومغناطيسي والدوائر الكهربيه، فواضح انه قاعد بيدور على طريقه يدمر بيها الشبكه اللي رابطه مخهم ببعض، وبيدور في مبدا في الفيزياء اسمه الموجات الثابته. ركز معايا في الحته الجايه دي، هروح اشرب ميه واجي عشان الحته الجايه دي مهمه. اول نظريه ان كارول ومانوسوس يعملوا موجه نسخه معاكسه للموجه الخاصه بالالتحام، فيعملوا حاجه اسمها التدمير المتداخل او التداخل الهدام، وهو انهم بيكنسلوا بعض يعني، ودي حاجه ممكن ترجع كل الملتحمين لطبيعتهم. لو تفتكر زوشيا لما قالت لكارول انهم بيخططوا انهم ينشروا الفيروس او ايا كان ده يعني للكواكب التانية لما كانوا واقفين عند التلسكوب ده، عن طريق انهم بيطوروا انتنه ضخمه تبعت الاشاره لكوكب تاني عن طريق تركيز كل طاقه الارض. فلو كارول ومانوسوس حطوا ايدهم على الانتنه دي وقدروا يعملوا اشاره معاكسه، ده ممكن ينهي الفيروس تماما. النظريه الثانيه هي اننا ممكن نشوف الموضوع ده بشكل فردي اكتر، ان الاجسام البشريه بتشتغل كانها انتنه صغيره بتلقط وتمتص الترددات الكهرومغناطيسيه عن طريق كذا عامل. يعني تقريبا كل اللي على الارض ما عدا اللي عندهم مناعه بيلقطوا الاشاره دي اللي احنا بنتكلم عنها من الاول، لكن اصحاب المناعه لا، وبيتسموا كورنت نودز او عقد في التيار، ان في حاجه في تركيبهم الحيوي والعصبي بتكنسل التردد ده. لكن بنشوف ان حتى في عقد التيار بيكون في احتماليه لحلقه جهد او فولتج لوب، وفي الفيزياء حلقه الجهد دي هي كلمه تعني طاقه كامنه او بوتنشال انرجي، وهي عباره عن طاقه مضغوطه. طول ما الطاقه المضغوطه دي مضغوطه فالدنيا زي الفل، لكن اول ما بتبدا تخرج عن طريق الغضب فهنا الطاقه الكامنه بتطلع وبيمتصها الملتحمين اللي هم اصلا انتنز زي ما قلنا، فده بيسبب تشويش على اشاره الراديو بتاعتهم، وده سبب النوبات العصبيه اللي بتجيلهم دي.
لو ما فهمتش يعني ارجع تاني افهم الكلمتين دول، لان انا شرحت حته فيزياء بس، يعني انا حاولت اشرح الموضوع بابسط طريقه اقدر عليها. والله انا متاكد ان فينس جيليدن يعني مش هيعقد الدنيا للدرجه وهيفهمنا كل حاجه. المهم في الاخر كارول بترجع لمانوسوس في طياره هليكوبتر ومعاها صندوق معدني كبير، وبتقول له انت اللي كسبت، يلا بينا ننقذ العالم. بس هل فعلا في قنبله نوويه في الصندوق ده؟ مش عارف بصراحه، هي تحتمل الاثنين، يعني ممكن وممكن لا. اصل كارول عرفت ان قدامها اسابيع وهيحولوها لنسخه منهم بدون حتى موافقتها، فالقنبله النوويه هتبقى تهديد قوي انها مثلا تفجر الانتنه اللي بيبنوها دي او تفجرهم كلهم، فاهم؟ مش عارف، بس يعني هو الجزء التاني قدامه كذا منحنى ممكن ياخده، واعتقد ان في اسئله كتير لسه ما عرفناش اجابتها. قول لي انت ايه رايك في الكومنتس. وبس لو عجبك الفيديو تقدر تعمل لايك، ولو حابب تسمعني تاني اعمل سبسكرايب. ومعلش لو اتكلمت بسرعه، بس يعني كان عندي كلام كتير اقوله ومش بحب ان انا اطول فيديوهاتي قوي يعني. وبس كده، السلام عليكم.